تعال اقول لك بعض الامثله في الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج ليه تطبيقات كتيره جدا في حاجات كتيره جدا في حياتنا. لو هناخد على سبيل المثال المجال الطبي، انا ممكن استخدم الماشين ليرنينج ان هو يساعدني في الدايجنوزز بتاع الامراض. وليكن انا عندي الداتا دي فيها بعض الاعراض زي مثلا السكر والضغط والسمنه او البادي ماس اندكس وهكذا، واقدر من خلال الاعراض دي اقدر اقول مثلا الشخص نسبه تعرضه لمشاكل في القلب مثلا قد ايه. فبالتالي الماشين ليرنينج موديل اقدر اعمل موديل معين يتدرب على الاعراض دي ويقدر يقول الشخص ده هيبقى عنده القلب او ما عندوش القلب. على الجانب الاخر مثلا برضو في الهيلث كير زي صور الاشعه، انا اقدر ادرب ماشين ليرنينج موديل على صور الاشعه واقدر اقول الاشعه دي فيها كانسر او ما فيهاش كانسر، وممكن اقول كمان لو فيها كانسر هو حميد ولا خبيث، وكل ده باستخدام الماشين ليرنينج. على الجانب الاخر حاجه زي التليكوم، انا اقدر اعمل ماشين ليرنينج موديل يقسم الناس اللي عندي لشرايح مختلفه. على سبيل المثال الناس اللي بتتكلم بكروت شحن ادي فئه، الناس اللي بتتكلم بباقات ادي فئه، الناس اللي بتتكلم بفواتير شهريه ادي فئه، والناس مثلا اللي الفي اي بي دي فئه رابعه. انا بقى كبزنس اقدر اشتغل لكل فئه فيهم ان انا اديهم الماركتنج كامبين اللي تقدر تشدهم او اقدر اجذب بيها جزء جديد او شريحه جديده للناس اللي انا محتاجها. على سبيل المثال برضو فكره البانكينج او الدومين بتاع البنوك، ان انا اقدر اكروس سيل، انا اقدر احدد الاشخاص اللي ممكن يكونوا مهتمين بالحاجات البنكيه او بالبرودكتس اللي في البنك زي اللونز زي الكريدت كاردز وغيرها. لو عايز تعرف اكتر او امثله اكتر عن الماشين ليرنينج تابعنا الفتره الجايه.